كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. عواشر مبروكه. في اطار التحضيرات ديال رمضان، كيف ما كتعرفوا راه هاد الايام الاهتمام كله على التحضيرات ديال رمضان. دونك غادي نشارك معكم في هذا الفيديو شي حاجه من هاد التحضيرات، وغادي نشارك معكم هذا المحل ديال بيع المكسرات اللي جاي في طريق العونيه البنات. بالنسبه لبنات وجده، هو هذا المحل سميتو مكسرات الصويري، جاي في طريق العونيه، في نفس الطريق فين كاين داك المحل ديال بيع الاواني المستعمله اللي كنت شاركته معكم، اللي كيبيع الحويجات ديال الخارج. المهم انا راه دخلت لهذا المحل، صراحه انبهرت لانه اول مره كنكتشف هذا المحل هذا، واول مره كندخل عنده. انا جيت البنات لهاد الجهه هذه باش ناخذ لكم نيميرو التليفون ديال داك المحل ديال الاواني. راه غادي نخليه لكم في صندوق الوصف، حيت كنتو سولتوني بزاف ووعدتكم بانني غادي ندوز عليه وغادي نشد لكم عليه النمره وداكشي اللي كاين. وانا دايزه بان لي هذا المحل ديال المكسرات، قلت اجي بعدا ندخل، راه خاصني شي حاجه ونشوف. سولته قلت له واش ممكن نصور؟ قال لي ماشي مشكل. المهم ها نتوما انا راه صورت لكم، خديت لكم بعض الاثمنه، وشوفوا لي التاويل، شوفوا لي الاناقه، شوفوا لي النظام. ما شاء الله تبارك الله. فاش كنشوف شي حاجه بحال هكا كيعجبني الحال بزاف، حيت راه العين كتاكل قبل. دونك فاش كتشوفي شي حاجه هكا منظمه مبريزونطيها مزيان، كتحسي بان هذاك البائع ولا داك صاحب المحل اولا مبدع، ثانيا كتحسي بان كاينه النقاوه، كاين المجهود، وهذاك البائع باغي يقدم لك شي حاجه في المستوى. يعني راه ما غادي تخرجي حتى تشري. المهم هنا راه ندير لكم جوله. شوفوا لي هذا اللوز البنات، دايرين بزاف ديال النكهات، بزاف يعني مصايب بطرق مختلفه. اللوز بزرية الكتان، اللوز بالزنجلان، المهم كاين بزاف بزاف. عنده المكسرات، عنده الفاكهه بجميع الانواع ديالها، لي سوريز، كيف ما كتشوفوا الاناناس، هذا البرتقال، كلشي، الكيوي، كلشي البنان، كلشي داكشي اللي تقلبوا عليه راه موجود هنايا. الاثمنه ديالو البنات مناسبه، وهو سبحان الله الى جينيرو. عرفتي كتاخدي عليه كونتيتي قليله كيوفي لك الميزان كيف ما كنقولوا. داكشي اللي لاحظت انا. صافي هنا كنوريكم، عنده اللوز، عنده الكركاع، كلشي. المهم كاع اللي حب الخاطر. انا اللي اثار الانتباه ديالي وهو التنظيم والتاويل والنقا. دونك بنات وجده، الا كنتو مهتمين بشي حاجه بحال هكا، ولا كتقلبوا منين تاخذوا شي حاجه زوينه، شي حاجه في المكسرات اللي مختلفه، الناس اللي كيعشقوا المكسرات، التمور والفاكهات، ها نتوما هذا المحل هذا، اي سورتو الناس اللي قراب ليه، اللي ساكنين من جهته، بلا ما تشقاو تمشيو حتى للمدينه تقلبوا. هذا راه جايب لكم كل شيء. عنده البنات حتى التمر، واحد النوعيه اللي زوينه ديال التمر. عنده لي شوكولا، عنده النوغا، حتى التمر بريستيج يصايبوا لكم سيغ بلاص ولا بالكوموند. التمر معمر بالكركاع ولا باللوز، ولا المهم الايام العاديه ولا حتى المناسبات ديالكم ولا الكادو ديالكم. هانتوما بحال هذا الشكل هذا. المهم راه واحد المحل اللي زوين بزاف. ورجعت معكم للدار. كيف ما كتشوفوا راني حاطه كاع هاد القريعات الخاصين بالعطريه، خويتهم كلهم البنات باش نشوف شنو خاصني في العطريه، وشنو الحاجه اللي قديمه عندي رميتها، اللي باقيه جديده احتفظت بها، ونشوف شنو خاصني باش ان شاء الله نشري العطريه
لرمضان، وغادي نصايب هنا واحد الركن ديال العطرية. كنشارك معكم هاد القريعات، عندي ديك النوعية اللي مكتوبة فيهم ديجا الاسم، وعندي هاد النوعية هادي اللي كتجي حتى هي سامبل، وقريعات ما شاء الله كبيبرين وكيهزوا بزاف الكونتيتي بزاف. ولكن ديك القريعات اللي مكتوب فيهم الاسم صراحة هما اللي بخاتيك، وما لقيتهمش ابخي في السوق، يعني كانوا خرجوا واحد الوقيته كان الثمن ديالهم شي 6 دراهم، وما رجعوش خرجوا. انا ما كنتش خديت منهم بزاف. المهم هنايا في هاد لي زيطاجير هادو اللي انا ملصقه في الكوزينه، غادي نحاول انني نقاد هادوك القريعات الكبارين والقريعات الصغارين ديال العطريه، وندير واحد الركن هنايا خاص ان شاء الله بسيدنا رمضان، باش تكون كل حاجه قريبه لي. بالنسبه لهاد لي زيطاجير كانوا سولوني عليهم شي بنات، هادو البنات راه كنت خديتهم من بريكوما، هما صحاحين ولكن ما عجبنيش فيهم داك لو سيبور اللي بالكحل، ماشي بحال هادو البنات هادو كيدخلوا ديريكتومون هكا كيتفيساو في الحيط بلا سيبور، بحال هذا جاي زوين. اما الاخرين هادوك اللي فيهم داك السيبور في الكحل ما نكذبش عليكم طالعين لي في راسي. المهم هنايا هادوك القريعات كلهم خويتهم وغسلتهم مزيان مزيان، حتى هاد القريعات الكبارين تا هما غسلتهم مزيان، وغادي نزيفهم، ومن بعد غادي نعمرهم بالعطريه ديالي، وغادي نشارك معكم كل شي البنات وشنو غادي نعمر فيهم. وكنصحكم ديما البنات خذوا قريعات ديال الزج اللي يكونوا ترونسبارون، ويكون من الاحسن مكتوب فيهم الاسم، بحال هادوك اللي وريتكم الاسم ديال العطريه. الا ما لقيتوش راه كاينين دي زيتيكيت كيتباعوا كتكتبوا فيهم الاسم، غير شنو هي انا زعما شمامه ما يحتاجش انني نكتب الاسم، كنعقل على كل حاجه، حيت كاينين شي نوعيه ديال العطريه اللي زعما الريحه ديالها كتدل عليها بلا ما نضطر انني نكتب الاسم، يلسوفي انني نشمها صافي كنعرفها شنو هي. بحال مثلا الكرويه، بحال القرفه، بحال بزاف ديال العطريات. وخذ البنات هكا اللي يكون الغلاقه ديالهم تكون الداخل فيها البلاستيك، بحال هادو راه الغلاقه ديال الحديد، ولكن عمرهم صداولي، حيت علاش؟ حيت فيهم بلاستيك لداخل. هادو راهم عندي 3 سنين. اما القريعات الاخرين الصغارين راه عندي هادي واحد العام، ودائما كنغسلهم وعمرهم ما صداولي، حيت فاش كنغسلهم كنزيفهم مزيان، ما كنخليش فيهم الماء، زائد انه الداخل كيف ما وريتكم فيهم البلاستيك داير عليهم من الداخل. دونك هادشي اللي كاين. انا غادي نسالي كيف ما كتشوفوا، وغادي نرجع معكم. صافي هنا البنات درت كل حاجه في القريعه ديالها. هاد القريعات اللي مكتوب فيهم الاسم كندير فيهم العطريه اللي كنستعملها بزاف، القريعات الاخرين كندير فيهم الحويجات اللي ما كنستعملهمش دائما. وهنايا البنات راه بان لي شنو خاصني، بحال السكينجبير، الخرقوم، لي بزار هادو راهم خاصني، ان شاء الله نمشي ناخذهم. وبالنسبه لدوك القريعات الاخرين بحال هنايا درت الكرويه في هاد القريعات، ودرت هنايا هذيك العطريه الخاصه بالحريره. هذه البنات كتصايبها ماما على يدها، كدير واحد التخليطه ديال بزاف ديال العطريات كتصايبها كل عام وكتعطيني حقي. هذه البنات واحد الاعشاب خاصين بلي بات وبالمعجنات كناخذهم من واحد المحل في سوق الفلاح. هذا البنات زريعه القزبر كتعجبني، كنستعملها بزاف في الوصفات. هذه الخميره المعجونه، وهذه هنايا عندي لا شابلور من السما بالاعشاب، حتى هي راه مازال خاصني منها ناخذ ان شاء الله. صافي هنايا غادي نسد عليهم. وكنت بغيت نقول لكم البنات فيما يخص معسلات رمضان، انا راه كنت كومونديت على واحد السيده اللي كنتعامل معها ديما كنكوموندي عليها الحلوى، صايبات لي الشباكيه. وكومونديت على واحد السيده اخرى المقروط ياك. كنبغيو هكا في شهر رمضان كنبغيو نعاونوا الناس اكثر، راكم عارفين، يعني غير في المناسبات فاش كتكون عندهم حتى هما الخدمه، فيعني فرصه منها ما نضغطوش راسنا بالتحضيرات، منها حتى هما نعاونوهم شويه. زائد ان الوالده ديالي كتصايب ديما الشباكيه في الدار وسلو، كتصايب عندها كونتيتي كبيره وكتعطيني حقي. الوغ ديما كتقول لي بلا ما تصايبي في دارك، ولكن انا البنات بغيت نشارك معكم شي حاجه. انا غادي نسولكم وشنو بغيتوني نشارك معكم. عندي اقتراح من زوج، يا اما المقروط بالتمر، كيف ما كتعرفوا المقروط راه شي حاجه ديالنا حنا ديال وجده، الا بغيتو نشاركو معاكم. انا راه كان ولدي طفى عليا الضو
طفى عليا الضو، مشيت كنجري كنشالو. المهم إلا بغيتو نشارك معكم المقروط بالتمر أولا بليغات بزنجلان والتمر، كنت صايبتهم العام اللي داز كانوا طلعوا زوينين. فانتوما خليو لي في لي كومونتير ديالكم الاقتراح ديالكم، وشنو بغيتو من هاد الاقتراحات بزوج، المقروط بالتمر اولا البليغات بزنجلان والتمر. صافي هانتوما خليو لي التعليق ديالكم، واللي حصلت على نسبة يعني اقتراح هي اللي غادي نشاركها معكم في الفيديو اللي يجي مور هذا مباشرة. صافي هنايا في هاد القرعات ديال الزاج غادي نحط انا المكسرات. كنت خديت واحد 20 درهم ديال القرقاع و20 درهم ديال البندق، درتهم في ديك القريعه، وغادي نضيف عليهم شويه ديال اللوز. كنبغي البنات هكا تخليطه ديال المكسرات تكون عندي في الدار مزيان. الواحد كل ما تخرجي تخطفي واحد شويه ديال المكسرات، تخليهم عندك في كونجيلاتور ولا في قريعات ديال الزاج في الثلاجه، ولا يجي عندك شي حد على غفله تلقاي ما تحطي، ولا هكا تحتاجيهم الوصفات ديالك. المهم انا بعدا اللوز تقريبا ديما عندي، اللوز والقرقاع كنبغيهم ديما يكونوا عندي في الدار. صافي هنايا راه عمرت هذيك القريعه بواحد الكونتيتي، والباقي ديال اللوز غادي نخليه في كونجيلاتور. والقريعه الثانيه غادي نعمر فيها هاد النخاله اللي كتكون رقيقه، سميتها البنات الحمراء. هذه تلقاوها في لي غروند سورفاس، ثمنها رخيص علين 6 دراهم وزوينه باش كتعجبني. كنديرها في الحرشه البنات، هذه ديما موجوده عندي. فاش كندير الحرشه كندير واحد الكاس منها في الحرشه ديالي، كتجي رائعه البنات، كتجي لذيذه وكتعطيك هكا الالياف، وحتى الحرشه ما كتضركش في المعده ديالك. هذه زعما كنصيحه مني، ديما استعملوا النخاله يا اما الغليظه يا اما الرقيقه في الحرشات ديالكم باش كتكون صحيه اكثر. والقرعه التاليه غادي نعمر فيها هاد لي بات ديال هاد لا مارك ديال كاينه، كنصحكم بها. لي بات ديالها فنين، ما كيتعجنوا ما والو، كيطيبوا ويعاودوا كيبقاو هما هادوك واقفين زوينين بزاف بزاف. راهم كيديروا في لي غروند سورفاس دي باك فيهم 3 ديال الانواع ديال لي بات بثمن جد مناسب. وغادي نشارك معكم كذلك هاد القريعات اولا هاد الجبانيات هادو ديال الزاج اللي خديتهم مؤخرا من كارفور. الثمن باش خديتهم البنات 10 دراهم، ولكن راه كانوا منخفضين في الثمن، قبل كانوا غير 6 دراهم. فاش مشيت انا نشري منهم لقيتهم ب10 دراهم، ولكن حيت عجبوني قلت ماشي مشكل، شريت غير 3 كيصلحوا لبزاف ديال الاشياء. انا عمرتهم بالسكر الاسمر والسكر العادي والقهوه، وغادي نديرهم فوق داك الزيتاجير باش يبقاو هكا قراب لي مع دوك القريعات ديال الزاج. اصلا راهم جاو مواتين معاهم حيت كلشي ترونسبارون، واي حاجه ترونسبارون البنات كتجي زوينه وكتجي متيوله، كيجي المنظر ديالها زوين. وماشي مهم تكون شي حاجه اللي غاليه، ليسونسيال وهو انك تعرفي كيفاش تستغليها وكيفاش تحطيها هكا بشكل اللي هو زوين. صافي حطيتهم هنا. غادي ندير واحد لو بتي ديكور عندي هنايا في هاد القنيت، وحتى الجهه الاخرى اولا ليطاجير الاخر حتى هو غادي ندير له واحد اللمسه ديال الخضوره. وان شاء الله البنات من بعد غادي نصايب واحد لو كادر، وغادي نصايب فيه رمضان مبارك سعيد اولا شي حاجه بحال هكا تعطيني زعما هكا لمسه ديال رمضان ولو تيم ديال رمضان. وغادي نخليه هكا داك لو كادر، نخليه هنايا في الكوزينه عندي باش يكمل لي هذا الركن هذا. وصافي هنا كتنتهي لا فيديو ديال اليوم. نتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم. شكرا لكم على حسن المشاهده، والى اللقاء في فيديو اخرى ان شاء الله.